هلو. النهاردة هنعمل فطاير في 10 دقايق هتعجبكم قوي. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، وهنحط عليهم بقى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وعليهم خميرة فورية معلقة كبيرة، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس. وعليهم تلت كوباية من الزيت، وعليها كوباية من الزبادي، ومعانا مية دافية علشان نعجن بيها. هنبتدي ننزلها تدريجيا مش كلها، حبة ونعجن وهكذا لحد ما نشوف العجينة هتحتاج مية قد ايه. نفضل بقى نعجن فيها كويس. انا هعجنها واوريكم شكلها في الاخر بقت عاملة ازاي. ودي شكلها بقى بعد ما عجناها. بصوا مش بتلزق خالص. هنبتدي بقى نحط حبة زيت في الطبق وهنسيبها تريح شوية. احنا مش هنخليها تخمر، هنسيبها تريح شوية وبعد كده نشتغل فيها. كده بقى العجينة بتاعتنا جاهزة. هنعملها على شكل اسطوانة. هنبتدي بقى نقطعها علشان نشكلها، وبعد بقى ما قطعتها هبتدي اكورها زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقية الكمية وهرجع لكم تاني. بعد بقى ما كورناها بصوا عملت عدد حلو قوي من 4 كوبايات دقيق. هبتدي بقى اغطيها علشان بس ما تنشفش مني وانا شغالة. ناخد بقى اول كورة ونبتدي نبططها كده، نفردها كويس، ولا تخينة ولا رفيعة، ونحط بقى الحشوة اللي احنا عايزينها. انا بقى هنا مجهزة لحمة بتاعت حواوشي. نبتدي احطها. بصوا بقى هشكلها ازاي. اهم حاجة نقفلها كويس علشان ما تفكش مننا. هعمل معاكم بقى واحدة تانية بالجبنة. انا حطيت جبنة وحبة البركة. نقفل برضو كويس قوي. هعمل بقية الكمية وهوريها لكم في الاخر. ودول بقى شكلهم بعد ما خلصت. يلا بقى نبتدي نسويهم. ونجيب بقى طاسة على النار وندهن دهنة بسيطة من الزيت، ونبتدي ننزل بالفطاير بتاعتنا. اهم حاجة نوطي النار علشان تستوي، وكل ما بتاخد لون بنقلبها على الوش التاني. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تاخد لون، رحت قلبتها وبرضو موطية النار خالص علشان تستوي. هكمل بقية الكمية واوريكم شكلها في الاخر. وبكده تكون الفطاير اللذيذة خلصت. بجد مش هتبطلوا خالص تعملوها. تحفة تحفة تحفة. تعالوا بقى نشوفها من جوه عاملة ازاي. بصوا بجد الجمال. كانت طرية من جوه ومقرمشة من بره. بجد خطيرة جدا. جربوها بقى قولولي رأيكم ايه. انا واثقة انها هتعجبكم. يلا اشوفكم في اكلة جديدة واقول لكم باي باي.